السلام عليكم. تعالوا بقى نتكلم مع بعض شوية على الفيديو ده يا جماعة، علشان انا فيديوهات رسم الحنة كلها بنزل عليها كده موسيقى او اي صوت. لكن المرة دي انا عايزة اقول كام حاجة كده في فيديو. بس الاول مهم جدا 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 لانواع الحنة ورسومات الحنة واشكال الحنة والوان الحنة واللي بيثبت واللي ما بيثبتش وايه المضر وايه المفيد على قناتي، تقدروا تشوفوه وهتستفادوا منه كتير جدا جدا جدا. في الفيديو ده انا جاية بس علشان اشرح لكم حاجة يعني. دلوقتي الرسم بالقلم زي ما حضراتكم كده شايفين، ده قلم عادي جدا فاضي، الانبوبه بتاعته فاضيه وليه سن. اللي مش قادره ترسم بالقرطاس وبيقفل معاها، تقدر تجيب سن قلم زي كده و تبله من الخليط اللي انت عاملاه وتشتغل بيه عادي. وممكن تجيب خلة اسنان، شيش طاووق، اي حاجة تقدر تتصرفي وتعملي بيها لو مش قادرة تعملي القرطاس. دي طريقة برضو للي حابب يتدرب او يتعلم، يعني كأنك بتكتبي بالقلم عادي خالص. عايزة اقولك الخليط ده هو حنة لوجي او بايجن او اي نوع انت حباه، بتشتغلي عليه وبتحطي عليه الاكسجين او المية على حسب نوع الحنة. ما بتتخلط ازاي؟ دي بتتخلط بالاكسجين. طبعا لازم علشان تمسك في السن كده سريع وترسمي اسرع لازم تخففي لها هنا الاكسجين، تحطي اكسجين زياده شويه، يعني ما يبقاش الطبيعي يعني انك تحطي شويه اكسجين صغيرين، لا بتحطي اكسجين زياده شويه عشان يبقى خفيف معاكي ويقدر يشيل في سن القلم. في حاجة مهمة جدا جدا عايزة اقولها لكم. لو انت حابة الحنة تكون غامقة قوي، تقدري تجيبي الشبة السوداء اللي هو الحجر الاسود، وبتفرمي وبتاخدي منه حاجة بسيطة جدا وبتحطيها على الحنة، فبتطلع الحنة معاكي لونها جامد وتقيلة وقوية وزاهية. دي ما عليهاش الحجر الاسود، انا حبيت بس انبهكم للحكاية دي، لكن بيثبت الحنة وبيخلي لونها جميل جدا جدا وهيعجبكم. حبيت انا اقول لكم على المعلومه دي. وكمان ان الحجر الاسود ده ممكن لو حطيتي منه كميه زياده بيسد القرطاس، فمش هيقدر يشتغل معاكي حلو. لكن مع القلم او الخله او الشيش طاووق، بعصايه الشيش طاووق يعني بيشتغل معاكي كويس جدا. بتقدري ترسمي اي رسمه انت حباها. هم بيجيبوا لنا، اي حد بيجيب لنا الرسمه اللي بتعجبهم من على الموبايل وبنحطها لهم، اللي بيعجبهم بنحطه. ده اختيار الزبونه يعني. رسم بسيط جدا وسهل جدا وممتع ومسلي. و شوفوا الفيديو المهم جدا عن اضرار الحنة، لان الحنة فعلا فيها اضرار كتير وفوائد كتير. وحطوا لنا اللايك على الفيديو الجميل ده، وشكرا.